السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي في مطبخي، مطبخ أم آسي البليدية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم رجعت لكم بوصفة خبز الدار، خبز الكوشة بأسهل طريقة غير بالفارينة. أنا جامي نعجن بالفارينة، بصح قلت لكم خبز الفارينة كاين نسا ما عندهمش السميد، كاين اللي تحب تعجن غير بالفارينة، كاين اللي تحب ديروا مشروع في هذا رمضان. خبز بدون تعب، ناجح 100%. جبت لك الطريقة والمقادير. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. فارينة عندي أنا هنا، عمرت أول كيلة كما راكم تشوفوا. أنا نخدم فارينة عمور، منتجات عمور رائعة. دوك نهدرو ونخدمو نهدرو. درت 2 كيلات تاع فارينة وزدت الثالثة كما راكي تشوفي في الفيديو. درت 2 مغارف في البرودة، نديرو 2 مغارف خميرة كبار، في الصيف وحدة تكفي. ودرت مغرفة تاع سكر صغيرة، زدت لها حفنة تاع ملح. هنايا درت لها شوية تاع سانوج، طبعا هذا اختياري، السانوج او حبة الحلاوة يعطو بنة رائعة للخبز. هنا عمرت اول صحن بالماء الدافي، ماشي سخون وماشي بارد، دافئ، ونحركها. خبز رائع. شوفي اللي عمرها ما عجنت تتبع طريقتي وترجع لي الخبر. درت اول كيلة كما راكم تشوفوا، وزدت ثاني كيلة. عمرت هذيك الكيلة تاني بالماء ونديرها عاد وفوعات، ندير ونتاستي. هنايا انا قيست كيلة الماء باش نوريكم الوصفة. شوفوا ندير هذيك الكيلة التخوازيام، نديرها على الجوانب، نحبط الفارينة اللي لاصقه في الغيسيبيون، وهاهي لايمها مليح. المهم لايمها تلصق في اليد. هو الخبز لازم باش يجيك خفيف ومفشفش كي السفنج يجي، لازم تخلي العجينه طريه، لازم العجينه تكون طريه. شوفوا ما سرحت لك الفيديو، خليته لك على البطيء باش تشوفي الخطوات. شوفي كيف دخلت هذيك الفارينه من تحت ونطلع بيدي من تحت ونطلع، ونحك الجوانب باش نلايم كامل هذيك الفارينه كيف. هنا راني نعمر في الصحن الثالث كما موضح لك في الفيديو، ونبقى نزيد. هنا زدت ربعه، زدت كمية في اليد، ونبدا نلايم فيها. هاي تلايمت. شوفي هنايا دات لي انا 1.5 كيلو، 1.5 كيلو ما، 3 كيلات فرينة لايمتهم 2 كيلات ونص تاع الماء. شوفي كيفاش تلصق في اليدين. نحيت العجين الزايد في اليدين، من اليدين، ومسحي العجينه من الفوق بشويه ماء، وغطيها وخليها ترتاح 10 دقائق. هذا هو. شوفي ما خمرت، ما خبزتها، ما دلكتها، ما حوست عليها، لايمتها فقط وغطيتها. شوفوا بعد مرور ال10 دقائق جبت هذاك الصحن تاع الماء الدافئ، شمخت يدي فيه، ووليت نخبط فيها غير شويه، برك شويه، خسرت لها غير الخمور، نديغازيها. شوف غير شويه، ما تدلكيها، ما تحوسي عليها. كاين حاجه البنات، هذه فارينة عمور والله ما اشهاره. وحده تقرا عندي قالت لي استاذه شتي فارينة عمور تدلك روحها، والله العظيم غير تدلك روحها بلا ما تدلكيها. رائعه، مانيش عارفه شحال شابه، خفيفه كي الريشه، وخبز هيجي ناجح 100%. انا راني شاريه هذه الشكاره تاع 5 كيلو، تلقاي تاع 10 كيلو، وتلقاي تاع 25 كيلو، اي كاينه متواجده. بعد ما خبطتها غطيتها كما شفتوا فاتني الفيديو، غطيتها 10 دقائق. هنا وليت درت شويه زيت في يدي وزدت خبطتها بالزيت باش تجي فيها الخيوط وتجي كي السفنج كيما الخفاف. نتمنى ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. شوفوا درت لها غير شويه زيت، وخسرت لها داك الخمور، دخلت لها الزيت غطيتها 10 دقائق ثاني. شوفوا هنايا جبت سميد عمور ناعم، راني نوريكم فيه شحال رقيق الرقيق كامل تعرفوا. درت شويه زيت في يدي ونخبزها. شوفوا نقرصها بلا ما نخسر لها الخمور. طبعا هنايا انتي واش راكي حابه القياس تاع الخبزه تاعك. الا كنتي تخدمي جيبي الميزان ووزني الخبزه تاعك باش يجو الخبز كامل. لا جيتي تبيعي، لا حبيتي تبيعيه مشروع رمضان.
شوفوا، دخلت لها الجوانب ديك الخبزه وقلبتها في السميد. ما نبقاوش نخسروا فيها، غير نخلوها هكاك في الشفشه. قلبتها في السميد. هنا للمبتدئات كما قلت لكم نوريكم طريقه. جبت بابي كويسون، ورق الخبز، نفضت هذيك الخبزه وحطيتها فوق بابي كويسون. باش تقولي نجي نخبزها تخسر لي ولا نجي نطيبها تخسر لي، سهله. بابي كويسون خبزتها. شوفوا ما خليتها لا ريحت لا والو. انت قادره تخبزيهم كاع ومن بعد تولي للاولى. انا عندي راهو العجين مرتاح، راهو عاجن روحو. قلت لكم الفضل يرجع لنوع الطاحين الفرينه اللي تخدموا بها. شوفوا كيفاه ساهله طايعه، مرتاح العجين. اهم شي يكون مريح العجينه، دواها الراحه. شوفوا كيف نقسمها هكا كيما انا هذوك الاخرين درت بيهم 4 خبزات، 3 كبار وواحده شويه برك صغيره. كبار كبار درتهم، انا نحب ننجز ونحب نكملوا بيه فيه. ها درتهم. شوفي دخلي الجوانب، اني موضحت لك في الفيديو. لميهم وقلبيها في نفس الدقيق. ها ديري شويه دقيق من الفوق باش ما تلصقلكش في يدك، عادي تلصق ومن بعد غسلي يديك. راهو العجين راهو طري وتلصق في اليدين. رمت لها الجوانب تاعها، نفضتها باش نحي لها العجين الزائد وحطيتها. هنا نوري لكم اللي ما عندهاش بابي كويسون وحبت تعجنها. جبت منديل، خبزتها في السميد ودرت شويه سميد فوق هذاك المنديل وحطيتها فوق السربيته طرشونه تاع المطبخ، اي حاجه حطيتها فوقه وقبزتها كما راني موضحت لك في الفيديو. دوك بعد شويه نوري لك. طبعا الكوشه راهي تسخن، اهم عنصر للكوشه ثاني تكون سخونه مليح باش خبزك يطلع ويتفشفش ويجي شباب. لازم تكون سخونه. غطيتها بهذاك الطرشون وخليتها. هنا انا طبعا نطيبو في فرن السعاده، راني شعلته من الفوق ومن التحت. هنايا هذاك بابي كويسون راني وحدي نصور بيد ونخدم بيد. رفدت هذيك الخبزه من بابي كويسون عادي وحطيتها فوق هذيك السنيوه السخونه. وصفه سهله وسريعه وناجحه 100%. وبابي كويسون يساعدك باش طيبيها. شوفوا كيفاه تتفشفش، الله الله. حطيتها فوق هذيك السنيوه السخونه. هذا ثاني سر من اسرار نجاح الخبز. هنا نوري لك اللي ما عندهاش بابي كويسون. جبت هذيك السنيوه، تقدري تجيبي السنيوه تاع البيتزا ولا اي حاجه عندك، ونقلب الطرشونه في السنيوه. نحي لها السميد الزايد، هذاك السميد الدقيق الزايد من الفوق باش طيب محميمره، الله الله. ونروح شوفوا نحطها غير بلاتي. شفتوا كيف حطيتها في السنيوه؟ وها هي النتيجه، الله يبارك ما شاء الله. هادو زوج خبزات اللواله يهبلوا ريحه الخبز من اروع ما يكون. نوري لكم الاخرى كيفاش تنفخت وطلعت. هي شوفوا كيف تولي كي البالون. هي تتحمر، الله الله. نقلبها للجهه الثانيه باش تطيب. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. الخبزه الرابعه هذه هي. قلت لكم درت 3 خبزات كبار وقرصه صغيره. وهنايا اللهم صل على النبي. شوفوا الله يبارك كيفاه دايره، تهبل تجي من اروع ما يكون. خبز مغنيه، هذاك خبز مغنيه اللي فيه تعب درتولكم من غير تعب، فضلا وليس امر. لا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسونيش مجام، ولا ماشي مشتركه عندي تشترك وتفعل زر الجرس باش يلحقها الجديد. ورانا مع وصفه رمضان، اللهم اجعلنا من الصائمين، وان شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. نقسمها لكم هنا الظلمه تبان لكم كحله في الكوزينه، بصح هي ما شفتوها برا في الظل. شوفوا اللهم صل على النبي. شوفوا كيفاش تجي مخيطه من اروع ما يكون. يبان داك الخبز تاع بكري اللي كنا نديروه ندلكوه نتعبوا عليه، هو بلا تعب. هاي اسيل البليديه تحييكم. واللي تحب تبارطاجي لي الوصفه وعدم التفاعل، نرجو ما عندكم التفاعل ديك الجام تعاوني وانتي ما تعيكش ديريها باطل. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. شوف سفنج نطوي لك الخبزه تشوفيها. شوفي الله يبارك يجي كي القطن شوفي، ومن الداخل فارغ وداير هذوك الخيوط. شوفوا خلي لي رايك، تبخلينيش، ديروا لي كومونتير وقولوا لي الوصفات لكم حابينهم. شوفي الله يبارك، شوفي غير ريحته بركه في الدار، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. شوف من اروع الوصفات.
نتمنى ان شاء الله تجربي طريقتي، وما تقدري تزيدي السميد عادي، بالسميد تجي نفس النتيجة. استودعكم الله، الى اللقاء.